ايه هو الفرق بين التحليل الفني والتحليل الاساسي واستخدم مين فيهم؟ ببساطة جدا الاتنين يعتبروا مهمين جدا بالنسبة لأسواق المال، وانا هنا هحكي عن تجربتي الشخصية في استخدام التحليل الفني والتحليل الاساسي. التحليل الاساسي دايما بيديني رؤية عامة سواء كانت عملة او سلعة، وبالتالي بقدر احدد منه الاتجاه العام بعيدا عن التحركات البسيطة اللي ممكن تحصل في منتصف الاتجاه، وبالتالي دايما ببتدي اشوف اهم المؤشرات الاقتصادية الموجودة معايا، وعن طريقها بحدد اتجاه العملة او السلعة او السهم في حالة التحليل المالي. وبعد كده ببدأ استخدم التحليل الفني في استخراج اهم النقاط اللي انا اقدر اعتمد عليها في العمليات الشرائية او البيعية، لان مش منطقي ان انا يكون عندي فرصة، او لو انا بستخدم التحليل الاساسي ومديني ان السلعة دي او العملة دي صاعدة بشكل قوي، واجي ابص على الشارت الاقي ان انا عندي مستوى عرض قوي، فمش من الطبيعي ان انا هشتري. فانا بعمل عملية دمج بين الفني والاساسي عن طريق استخراج الاتجاه من الاساسي، وبعد كده اشوف الفني واستخرج منه افضل منطقة شرائية او بيعية وتحديد الهدف وايقاف الخسارة. وبالتالي الدمج بين التحليل الاساسي والتحليل الفني في النهاية هيديك نتائج افضل كتير جدا من انك تعتمد على واحد فيهم بس.